وانتم الحمد لله يعني تمثلون بلدكم، وكنتم شباب اعمال كذلك. الفرصه متاحه لكم. ترى بعض الشباب الذي بيت وجيزي الله ياتيني بليله. طبعا قد تعرفون لازم الانسان يشتغل. نعم. شوفوا اخواننا كلهم اشتغلوا ترى اقول هذه في مجتمعات ما في خطا وسابوا له. يتخرج الواحد من معهد مهني براسه وظيفه عليا. انت ابدا من الصفر. شوف عندكم رجال اعمال وزراء بدأوا من الصفر. بعضهم باعوا في الصفاء يعني يبيعون البضاعة. يكتب النمله. شوف عن الراش يعني دريس يعني عن لقبه. بدأوا من لا شيء وصلوا له. إن الحمد لله الفرصة متاحة أكثر. الحمد لله. شبابنا العمل في الدولة في الأعمال الحرة ما أنتم باقين فيها مفتوح المجال، لكن ترى بعض شبابنا أو بعض الشيء كلهم يبي يستوجب اللي بيشتغل عنده. والله لو شبابنا كلهم يشتغلوا في كل الأعمال. نعم نعم. طيب نعم. ألو نعم. ألو أهلا يا أحمد. أهلا وسهلا. إيه طيب. فلذلك هو الحمد لله أنتم الآن اللي يحسب شبابنا يبي راسه يتخرج من الجامعة يروح وظيفة عليه. نعم. اشتغل في شيء متاح لك. واحدة. جربت أنا في العمارة وفي هنا كذا. يجي الله حي عارف هذا ولا يعني أشوف ظروف ولا شيء. يكون في مرتبة سادسة يقول لها أبي ثامنة. أنت محمد في أي مرتبة دي؟ السادسة الله يسلمك. السادسة؟ اي نعم. طيب. أخوانك اللي قبل نفس الشيء؟ كلهم السادسة الله يسلمك. سادسة يمكن يا سيدي يا أخي نعم. بعدين هي أحسن. لكن الوظيفة اللي أنت تثبت وجودك وتمشي فيها أو بس كذا الواقع الحمد لله ويشتغل الله عليه. من أول يشتغل أي شيء عشان ياكل لقمته. نعم. الحين يجي بيته هلا أمه ولا أبوه ولا أخته ولا عمه ولا خاله ويزرع وياكل. العمل والله لو اشتغلوا شبابنا في كل الأعمال وشاباتنا إن يمكن نوفر 80% من العمل الأجنبي. أنا خبر من صغار كانوا في البيوت مسجلين معليش. في البيوت